كنت بتدربي منى زكي في فيلم الست على الغنى والوقوف على المسرح. كلمينا عن كواليسك مع منى، كانت عاملة ازاي؟ كواليس كانت مدتها طويلة قوي، يعني بدأنا سنة قبل تصوير الفيلم. كنا بنتمرن تقريبا من مرة لمرتين في الأسبوع. قعدنا نذاكر كل الأغاني، الأجزاء اللي طلبت مننا، ونرددهم ونشوف كل الحاجات اللي أم كلثوم بتعملها، سواء من عرب، من أماكن أنفاس، من طريقة معينة لفتحة بقها، كل التفاصيل اللي تخلي الصوت يقرب بقدر الإمكان من ان يبقى اللي الست بتقوله هو بالظبط اللي يبقى ظاهر عليها، على وشها، على جسمها كده. ايه المعلومة اللي ما كنتيش تعرفيها عن ام كلثوم وعرفتيها عنها لما شفتي الفيلم؟ الوحدة الكبيرة اللي هي كانت فيها، محدش فينا توقع انها مع كل النجاح اللي هي فيه ده، انها كانت ست وحيدة بالشكل ده. مش في مثلا عيلتها ملمومة حواليها او كده. هي طبعا بما انها ما اتجوزتش فاكيد هتبقى لوحدها، ولكن ما توقعتش انها تبقى مؤثرة بالشكل ده، وانها تبقى عايشة سنين طويلة جدا تبسط الناس بالشكل ده، وهي في الاصل حزينة كم الحزن ده.